تأودت في أعطاف الحياة وتعلمت في مدرسة الحياة الجميلة، ولا زلت أتوقل صاعدا في مبادئها، ولا أزال كما قال الشاعر: عودت نفسي أن أرضى بما كتب لي ربي وما قسم، وعلمت بأن الرضا نعمة من نعم الله، والرضا نعمة لا يدركها إلا القليل، والرضا آية البراءة والإيمان بالله ناصرا ووكيلا. علمتني الحياة أن لها طعمين مرا وسائغا معسولا، فتعودت حالتها قريرا وألفت التغيير والتبديل. أيها الناس، كلنا شارب الكأسين إن علقما وينزل سبيلا، نحن كالروض نظرة وذبولا، نحن كالنجم مطلعا وأفولا، نحن كالريح ثورة وسكونا، نحن كالمزن ممسكا وهطولا. قال أحدهم: قال صحبي نراك تشكو جروحا، أين لحن الرضا رخيما جميلا؟ قلت: أما جروح نفسي قد عودتها، ولسم الرضا لتزولا، غير أن السكوت عن جرح قومي ليس إلا التقاعس المرذولا. لست أرضى لأمة أنبتتني خلقا شائها وقدرا ضئيلا، لست أرضى تحاسدا أو شقاقا، لست أرضى تخاذلا أو خمولا، أنا أبغي لها الكرامة والمجد وسيفا على العدا مسلولا. علمتني الحياة أني إن عشت لنفسي أعيش حقيرا هزيلا، علمتني الحياة أن حياتي إنما كانت امتحانا طويلا، وعلمتني الحياة أني مهما تعلمت أو مهما أتعلم فلا أزال جهولا. وأظنني كما قال دانزيو المفكر البريطاني الشهير عندما سئل عن قوام الأمم وثرواتها وما هي ثروة الأمم الحقيقية، قال: لا تقدر قيمة الأمم بما تنتجه من الذهب والقطن والفضة، وإنما تقدر قيمة الأمة بما تنجبه من الرجال. وهنا ليس كل من كان ذكرا استتم فيه معنى الذكورة هو رجل. الرجولة آية، الرجولة مسؤوليات، الرجولة مبادئ، والرجولة صفة جامعة لكل معاني الحياة باختصار. والأمة التي لا تعرف أقدار العاملين من أبنائها أمة ليست جديرة وليست قمينة بأن تذكر في أسفار التاريخ. ثم قال بأن الحياة، الأمة التي لا تصنع الحياة يصنع لها الموت، والأمة التي لا تبني المدارس تبنى لها السجون، والأمة التي لا تكرم شبابها بالتثقيف والعلم أمة مضيعة رأس مالها، والأمة التي لا تتخذ الأخلاق ملاكها أمة تتعجل هلاكها، والأمة التي تتخذ الخلاف مركبا يغرقها في اللجة، في لجة الفتنة، والأمة التي لا تلد لغيرها أمة تلد العبيد، الأمة تلد الأحرار الأخيار الصناديد. سادتي المحترمين، عفوا، بعض البوح ذقت به فسال فوق فمي حران يستعر، خرقت بالدمعة الخرساء أكثره، وأصدق القول ما لا يلمح السمع والبصر. إنما نجيكم اليوم نجي كمن أزرى الزمان به، ورده عن مدى آفاقه الكبر، جناحه بعدما طال المسير به مخضب من شظايا الشوب منكسر، يمشي الهوينا على صحراء رحلته وصحبه الليل والأشباح والسهر، جناحه بعدما طال المسير به مخضب من شظايا الشوب منكسر، بين جنبيه آمال مبعثرة تكاد لولا بقايا الصبر تنتحر.